اهبد. من عندي ديوث الأسبوع. من هو ديوث الأسبوع لهذا الأسبوع مع سعد المدرس؟ هو اللي حكي قواد، هو قال أنا لو أكون متجوز وحدة، أنا سمعتها بدني، لو أكون متجوز وحدة ويجي حدا وتريد تروح مع حدا أنا ما عندي مشكلة. هاي قالت أمه. أوكي، هو كاتب كرومة هذا الجحش، كاتب لحتى قاري يعني التعليق تبعه. أنا مصدقك، أنا عارفة يا سوسام. هيا أنت أخذت اللقطة الأخيرة، ما أخذت القصة من البداية من هو بتمه يعني هو بتمه يا حكي يا عايشة دافع. أيوة عن ما بدك وشو ما بدك. لأن هذاك القطيع يا وسام كان يحكي بيسووا سكس جماعي. لا 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 لا, لا ما كان، وذكرها أكثر من مرة. ذكرها أكثر من مرة. بس. يوم الدياثة منتشرة عندنا دوكي عنده دوني، والله مرات عندي شوية فراغ أدخل أبكي، نعم ألطم على راسي على المستوى الضحل، نعم. أنا لي أصدقاء، واحد زي محمد الغريب ده يجي عندي أهلا وسهلا بيه في بيتي ويشبع بدل ما هو قاعد محروم أو أي، بس ما دام بمزاجها هي، بمزاج فاهم وبدون مقابل. أنا مش ديوس مثلا ولا فاتح بيتي دعارة، لا، أنا فاتح بيتي لخدمة الشباب المحرومين. ريح الله حظك. وفي نفس الوقت زوجتي وحبيبتي تتمتع براحتها. الواد ده خالص. ديوث ده مجرد إشباع لحاجة مادية وأمام عينك، واخد بالك، بدون مقابل. لا ديوث. فأنا مش شايف فيها حاجة فيلسوف. حبيبي الغيرة موجودة بنفس البشر. سافل. واثق في نفسي فما عنديش أي مشكلة. أنا عن نفسي يعني، أنت حر طبعا. فعلا ديوث. أنا ديوث. بس أنت حر، لكن أنا عن نفسي واثق في نفسي. هغير من مين؟ هغير من محمد الغريب أخويا الصغير. هاي مو دياث، أنا مو دياث. هغير يعني أنت تقول عندك عادي مش مرتك، هالشيء ما أدري، شيء خصك، هالشيء غريب هذا. عادي جدا جدا. شوف الدياثة، شوف الدياثة. ودي مش دياسة، لأن أنا مش بطلب مقابل مادي ولا بجيب ولا ولا حاسس بأي حاجة، ما عندوش ده. بجد يا راوية مش هزار. أنت هتبقي زوجتي وأنا هبقى عبدك، لكن تنكحي من تشائي من الرجال. أي حاجة تبسطك يا راوية فهي تبسطني، مش أنا اللي هستحوذ. هذا كان ويانا ديوث الأسبوع. إن شاء الله استفاديتم من هاي المعلومة وندعو لكم بالشفاء العاجل. أديت الأمانة اللي كلفتوني بها، كافي عاد أفوت بموضوع الحلقة. والواحد حر، وهذه غريزة دياثة ديوث. عيشوا على أحييك أقسم ثم أقسم لنخلي حفل الزفاف بتاعك يا عيوشة أنتوا كار حفلة جنس جماعي. إيه ده المجتمع ده إن شاء الله. مثل ما حقنا ننكح النساء، ونحن ونحن مسلمين قبل أترك الدين كنا ننكح النساء وعندهم زوجاتنا. أليس من حق النساء ينكحوا أيضا الرجال؟ أنا أمامكم الآن، من حق عيوشتي عندما نتزوج تنكح من الرجال ما تشاء عادي. نعم بيقولون ديوث، بيقولون إنسان خربان، هذا ما عنده كرامة، طز فيكم. ديوث دياثة. وأنا كمان راوية يوم ما اتجوزك تنكحي ما تشائين من الرجال. ديوث أقسم، أنا أتكلم جد مو بمزح. من حق أقسم ثم أقسم إن أنا بتكلم جد أكتر منك، وفي الأمر الحقيقة ما عندي مشكلة. عيوشتي حتى ونعقد نكاح ورسمي وأمام الجميع، من حقها تنكح من تشاء، بس أهم شيء يكون قلبها لي. أنا أحب تعدد الرجال، وانكحي ما طاب لك من الرجال. نعم من حقها. وما ملكت أيماني. المجتمع ده. حبايبي بصوا، طب انتوا الاثنين أغلى اثنين عندي في الدنيا، هل تتبنوني وأبقى ابنكم؟ تفضل. نعم أهلا يا أكرم، أتبناك. بس هترضعيني يا عيوشة، خلي بالك هترضعيني وتحميني ولا أتزوج 4 رجال. لماذا؟ يعني أنا كذلك آية
وانكحي ما طاب لك من الرجال. مو الرجال فقط ينكحوا ما طاب لهم. سنرضع من ثدي الست عيوشة، وستكون هذه هي الجنة التي على الأرض.